مصممين دايما نبص في ورقة حد جنبنا. يا بخت اللي قدر يعرف نفسه. الفكرة إن كل إنسان فينا له ميزان معين، ولو أنت مش عارفه يبقى لازم ولابد تدور عليه. ولكن فتح باب الماضي معاه كمان باب المستقبل مفتوح، وناسي تماما أنا مين دلوقتي، أنا فين، مش مستمتع باللحظة دي لأنك مش مركز تماما هتعمل إيه، مركز تماما هتعمل إيه بكرة وعملت إيه امبارح، وناسي أنت بتعمل إيه دلوقتي. خليك عارف إن دلوقتي هو اللي صنع امبارح وهو اللي هيصنع بكرة، ولو مفيش دلوقتي ومفيش تركيز عليه ومفيش توحد مع اللحظة مش هيكون في بكرة ولا في امبارح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن 3 مفاهيم في الحياة وحاجات أساسية جدا لمعرفة الطريق والحياة أكثر ربحا وصحة نفسية. ونبدأ بأول حاجة، وهي إن كل واحد فينا له شخصية معينة وله ميزان معين. ينفع الأسد يقارن نفسه بصقر برغم قوة وسمعة الأسد اللي مالية العالم كله؟ قولا واحدا ما ينفعش. الأسد ملك الغابة ملوش علاقة بالصقر ملك السماء. ينفع الأسد يقول كده في عقل باله بالليل وهو مريح كده على الكنبة؟ الطيران ده يا جدع حاجة حلوة قوي وبتدل كده على القوة كده، القوة في الطيران، وطالما أنا ما بعرفش أطير يبقى أنا ضعيف ومليش أي لازمة. طب ينفع الصقر يضحك على الأسد ويقول له كده والأسد كمان يصدق؟ الأسد يصدق الصقر لما الصقر يجيله كده ويقول له على فكرة يا أسد الطيران هو القوة واللي ما بيطيرش ضعيف وملوش لازمة؟ ينفع الأسد يصدق ده؟ هسيب الإجابة عند حضراتكم. احنا كبني ادمين كل واحد فينا عنده ملكة معينة وشكل معين وصوت معين. الملكة دي ممكن بيعرف يكتب أشعار، أو دمه خفيف، أو روحه حلوة، أو فاهم في التسويق، أو فاهم في الإدارة، أو فاهم في تربية الأولاد. مصممين دايما نبص في ورقة حد جنبنا. انت في التسويق رائع جدا، يقول لك واحد انت طالما مش بتعرف في الحسابات يبقى مش بتعرف تعمل حاجة. انت ممتاز جدا جدا في التصوير او في الاداره او في اي حاجه. ما تبصش في ورقه اللي جنبك. مش عيب طبعا اني اتعلم والعلام حلو، لكن العيب اني اقارن نفسي وانسى نفسي. انت واحد ربنا مديك ميزه معينه انت مش عارفها، دي قصه تانية واتكلمنا فيها في كورس الذكاء العاطفي. راجع هات الكورس من الاول. يا بخت اللي قدر يعرف نفسه مش غيره. الفكرة ان كل انسان فينا له ميزان معين، ولو انت مش عارفه يبقى لازم ولابد تدور عليه. جايز انت عارفه بس مش مهتم بيه، جايز يكون بعض الناس بيقولولك عليه وانت مش واخد بالك. فكل أسد لازم يعرف نفسه هو أسد في إيه، وكل صقر لازم يعرف نفسه هو صقر في إيه. ويعرف كمان إن ما ينفعش إن الأسد يقول طالما أنا مش بعرف أطير يبقى أنا ضعيف ومليش لازمة. بص لنفسك في المراية يا أخي، وحتى شوف بعض الناس الكويسين بيقولوا عليك إيه، ولو عرفته يبقى يا بختك. الحاجة التانية اللي هنتكلم فيها النهاردة وهي الماضي والمستقبل والحاضر، وهنبدأ بهنا والآن. تخيل معايا كده لو كل واحد فينا عاش اللحظة الحالية دلوقتي. أنا بتكلم معاك في الوقت ده على الأقل، فأنت مستمتع عايش اللحظة، لحظة نوم، لحظة عمل، لحظة حضن للأولاد، لحظة حزن، حتى التركيز على الآن بس. تخيل كمية المتع فعلا اللي هيكون الواحد فيها خلال اليوم. لازم يكون عندك يقين في ان ده افضل حاجة. افضل حاجة انك تركز في هنا والآن، دلوقتي انا بعمل ايه. حتى لو كان حزن عندك يقين انه هينتهي، عندك يقين انه هيجي بعده فتح ان شاء الله. لكن اللي بيحصل معانا كلنا ومخلي عندنا تشتت وهو باب المستقبل والتخطيط والتفكير فيه، وما بقاش فيه وقت للتنفيذ هنا والآن. عايز ايه مني؟ انا مش عايز حاجة، ولكن عايز كمان اقولك اننا كلنا او جزء كبير جدا مننا دايما باصص للماضي وعينه دايما عليه، وهو سبب عدم سعادتنا في الحاضر الآن. ويا ريت اقفل باب الماضي، اصل الماضي كله جراح، والجراح دي ما اتقفلتش صح
وعلشان ما اتقفلتش صح فدايما مفتوحة. مش عيب ولا غلط إننا نفتح باب الماضي، بس علشان نتعلم منه ونتعلم من الأخطاء ونحاول نتجنبها النهاردة. ولكن فتح باب الماضي معاه كمان باب المستقبل مفتوح، وناسي تماما أنا مين دلوقتي، أنا فين، مش مستمتع باللحظة دي، لأنك مش مركز تماما هتعمل إيه، مركز تماما هتعمل إيه بكرة وعملت إيه امبارح، وناسي أنت بتعمل إيه دلوقتي. خليك عارف إن دلوقتي هو اللي صنع امبارح وهو اللي هيصنع بكرة. ولو مفيش دلوقتي ومفيش تركيز عليه ومفيش توحد مع اللحظة، مش هيكون في بكرة ولا في امبارح. الواقع بتاعي هو اللي المفروض أبص عليه وأحول نظري عليه. ماليش علاقة بتقدم فلان بيقول إيه، فلان عمل إيه. ولو اهتميت بالحاجات دي مش هيكون عندك اهتمام بالواقع بتاعك. انت محتاج جهد كبير قوي منك ليك وتعديل. لو كل واحد فينا ركز في حياته، انت ركزت في حياتك وقفلت الباب بتاع الماضي وفتحته عند الحاجة، وقفلت باب المستقبل وفتحته عند الحاجة، خلينا نركز كده ونتوحد مع اللحظة دي، اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي. يبقى التوحد مع اللحظة والتركيز في العمل بس. فالتركيز بيجي منين؟ علشان أركز أعمل إيه؟ بيجي من إنك تتوحد مع اللحظة. كلك بيكون مع العمل اللي انت بتعمله دلوقتي، مع كل لحظة بنعيشها. وده سر من أسرار جودة الحياة، زي ما قال الدكتور إيهاب فكري، جودة الحياة بتكمن في التركيز، والتركيز بيجي من التوحد مع اللحظة الحالية. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي معانا النهاردة هي المنطقة اللي كل واحد فينا بيبني عليها الحاجة أو البناية الكبيرة. لو شبهنا الموضوع ده بخيط من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، شوية اللي في أول اليمين دول أفكار وناس بس استثناءات، والشوية اللي في المنطقة اللي هي أقصى اليسار دي أفكار برضك وناس واستثناءات. ما ينفعش أجي بقى وابني حياتي أو شركتي أو أفكاري على اللي في اليمين أو اللي في اليسار. المنطقة الطبيعية بتاع أغلبنا هي المنطقة اللي في الوسط دي، اللي هي بيتبني عليها كل حاجة. مش عايزين نعيش حياتنا نفكر في الاستثناءات سواء اللي على اليمين أو اللي على اليسار، وننسى اللي المفروض يتبني عليه اللي هو اللي في النص، الشيء اللي في الوسط ده والطبيعي اللي أغلب الناس كلها عارفينه. كلنا عارفين إن فيه قاعدة لكل شيء، والكل قاعدة شواذ. خليك وانت في رحلة الحياة بس عارف الأساس ده، إن الكل قاعدة استثناء. نلخص اللي قلناه كله كده النهاردة، إن ما ينفعش الأسد يقارن نفسه بصقر، ولا تفكر في الماضي وتفكر في المستقبل وتنسى تماما ان انت تعيش اللحظة، وان انت ما تبنيش او ما نبنيش حياتنا على الاستثناءات، سواء استثناءات ايجابية جدا او استثناءات سلبية جدا. في منطقة وسط هي اللي بيتبني عليها وفيها اغلب الافكار، لان اغلبنا مش استثنائيين، اغلبنا في المنطقة الوسط. كنت سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم النهارده. لايك وشير وتعليق تقول لنا رايك فيه، وما تنساش ان مشاركتك معانا بتعليق في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده هي بمثابه نور لناس الطريق مظلم قدامها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.